يتوب على من تاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القرن. إنه يومكم هذا، إنه يوم عيد الأضحى المبارك الذي تفرغ فيه دماء الهدي والأضاحي شكرا لله عز وجل وتعظيما لشعائره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، في هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، يوم النحر، وقد أدينا صلاة العيد، فما أجمل أن نستشعر المحبة في الله عز وجل فيما بيننا. فما أجمل ذلك أن يجتمع المسلم الذي تسود بين أفراده المحبة والألفة والتعاون وعدم الكلفة. تسود بينهم المحبة في الله فيحبهم الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجانسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تكره الدنيا وفيها أنتم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن هذه المحبة لها